حسن عمره 17 سنة، كان دايم يتفرج على صور الشباب بجسم مثالي ويقول أبغى زي كذا، بس في الواقع جسمه أقرب لخشبة مكنسة من بطل. قرر يسوي التغيير الكبير، قال ببدأ أتمرن، وراح النادي. أول يوم تحمس، ثاني يوم تعب، ثالث يوم كره الحياة. كل تمرين كأنه عقاب، وكل عضلة تصيحه، والمصيبة ما كان يشوف أي نتيجة. شهر كامل وما في عضلة واحدة طالعة. أنا ليش أعاني؟ محتاج تحضني تخبيني. عمرك سألت نفسك ليش أكره الرياضة؟ ليه أحس إني غريب عنها؟ في الواقع إنها مشكلة بسيطة، ولم يستغرق مني إلا ساعات قليلة لأكتشفت إن المشكلة ما كانت في الرياضة نفسها. المشكلة كانت في طريقتي أنا بالتعامل معها. وقتها خطر في بالي، طيب وش لو ربطت الرياضة بشيء أنا أحبه؟ أنا مثلا أحب التحديات، أحب الألعاب، فبدأت أتعامل مع الرياضة كأنها لعبة. كل تمرين صار كأنه مهمة، كل يوم أتمرن فيه كأني أعدي مرحلة. تدري وش صار؟ بدون ما أحس التهمت الرياضة، صرت أحبها، أتحمس لها، وأبغى أتعلم أكثر، أتمرن صح، أطور نفسي جسديا وذهنيا. والنتيجة تحسنت لياقتي، صرت أنام أفضل، حتى طاقتي طول اليوم تغيرت تماما. وهنا المغزى، أحيانا الشيء اللي نكرهه مو لأنه سيء، بس لأننا قاعدين نشوفه من زاوية غلط. جرب تربطه بشيء تحبه. مو لازم تبدأ صح، بس لازم تبدأ بطريقتك. أنا ما صرت رياضي محترف، بس صرت أفضل رياضة وأتطور فيها يوم بعد يوم. كل هذا لأنه التهمت الفكرة وربطتها بشغفي.